ليش في ناس رغم انه بيكونوا ناجحين او بيكونوا بحسب مثلا بيعملوا نجاحات معينة او بيجنوا مصاري او المستوى المعيشي تبعهم بيتغير؟ تمام. وبيصيروا ناس عندهم فلوس، عندهم مصاري، بس الوضع تبعهم بيتدهور ووضعهم تبعهم بيصير أسوأ. في هذا الفيديو حفصلكم شيء أنا صراحة بشوفه بالمجتمع عموما، وبشوفه كمان بالسوشيال ميديا، وبشوفه في كثير شغلات. تلاقي إنه في ناس كان عندهم أو لما صاروا عندهم مصاري أو صاروا ناجحين، عوض إنه تكون حياتهم سهلة صارت حياتهم صعبة. في هذا الفيديو هحكي لكم تمام في وجهة نظري أكيد. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. كما العادة الإضاءة سيئة، بس هالمرة مو نسيت الميكروفون. بيحكوا الميكروفون مش مايكروفون or something like that. اسمه الميكروفون، تمام؟ بتعريفي أنا اسمه الميكروفون، خلاص عرفوه كمان انتم بدكم إياه. أنا بهذا الفيديو بدي أسميه الميكروفون. بعرف الإضاءة كثير سيئة، بس يمكن راح تعرفوا أنا شو تابعني من هذا الفيديو. راح أروح على الجيم، أوكي؟ عارفوا إنه أنا بعمل كتير إفورت، يعني جماعة عن جد والله الحمد لله إنه حياتي كلها كلها شغلات، يعني شغل سفر كتير شغلات. بحاول أقدر ما فيني إنه أصور، أقدر ما فيني. المهم، ليش في ناس لما بيكونوا السيتويشن تبعهم كثير كثير بسيطة، تكون السيتويشن تبعهم كثير كثير عادية، أو بيكونوا شبه إنه يعني بالطبقة المتوسطة، بس لما بيصيروا بيعملوا مصاري بتلاقين حياتهم كثير كثير عذاب. وليه هيك السبب؟ بتلاقي في ناس أغنياء وبتلاقي في ناس فقراء. بتلاقي ناس إنه من الشيء الإيجابي إنه يصيروا على نفس السيتويشن. ليش؟ لأنه في كتير اختلافات وعقليات مختلفة. ليش؟ في ناس بتشوف مصاري كأنه وسيلة مشان يشتري بيت لأهله، مشان يشتري بيت لأهله، مثلا إنه يشتري سيارة، مثلا يعمل خير، مثلا يعمل شغلات كتير كتير كويسة مشان تنفع بلده وتنفع الناس اللي بيحبها. وفي ناس بتشوف المصاري أو بتشوف الشغلات هي كوسيلة مشان تعمل شغلات كتير سيئة. لهيك السبب، رغم إنه نحن جزء لا يتجزأ إنه النجاح له علاقة بالمصاري. لما تكون أنت عم تشتغل وتدرس كتير شغلات وبتعمل بروجكت تبعك وبتجني مصاري، أوكي هذا جزء من النجاح، بس شو بعدين؟ المشكلة مش إنه أنت عندك مصاري، المشكلة كيف تحافظ على المصاري، كيف إنه هالمصاري تحطها بشغلات راح تستفيد منها. هي الشغلات تعمل فيها عمل خيري، تساعد بيها الناس، تحل بيها مشاكل غير ذلك. لهيك السبب أغلبية الناس يمكن بحياتنا نحن أو قرايبنا مثلا، ويمكن تكون عندكم هاي الاكسبيرينس هاي، أو الناس أنتوا عشتوا معاهم صار معاهم هذا الشيء، صار معاهم إفلاس. even though إنه حتى الناس لما بيكونوا وارثين شيء، بيكونوا بوارثين مثلا شيء معين، بيكونوا عن جد بيوت أو شيء هيك، بعدين لما بياخدوها بتضيع هي البيوت وما بيعملوا ولا شيء، وبيضيعوا المصاري كلياتها. لأنه المشكلة بالعقلية. حكيت على العقلية في كثير كثير فيديوهات. المشكلة مو نحن إنه مو عندنا مصاري، المشكلة مو نحن إنه أنا كثير فقير، أنا مو عندي شيء، أنا شيء كيف بدي أساعد حالي إلى غير ذلك. لا، أكتر شيء يمكن أحكي لك النجاح 70% هو المايند سيت. المايند سيت بيلعب دور كثير مهم بالحياة، بيعمل دور كثير مهم حتى نحن بنجاحنا. لهيك السبب حكيت لكم أنه رغم الناس بيكونوا عن جد عندهم مصاري عاملين شيء، بس ما بتلاقي إنه حياتهم عم تتحسن وعم تصير أحسن، بتلاقي حياتهم عم تصير أسوأ. لأنه التعامل مع المال
تعامل غير، عقلية لازم تكون غير، مو عقلية النسخة القديمة اللي انت من وانت وصغير كلها صدمات كلها شغلات. فحطكم فيديو كنت حكيت على صدمات الطفولة. بعرف انه الفيديوهات تقريبا انه ما بتحسوا، تحسوا انه يعني بعض الأحيان إنه بحكي على الموضوع، أحيانا بتقاسم تجربتي. ليش؟ لأنه مشان تعرفوا إنه هي الشغلات حطوها في بالكم، عملوها ريسيرش. أوكي، الفيديو اللي راح حكيت على صدمة الطفولة، حكيت على كتير شغلات، يمكن يكون كأنه تنبيه إلك مشان تعالج حالك ومشان تشوف حالك ومشان تخطط لحياتك. هي كتير فيديوهات بحطن، مو كأنه أنا بعرف كتير شغلات، أنا بحد ذاتي أنا بعمل كتير أغلاط، بعمل كتير شغلات سيئة. مش سيئة يعني إنه بعمل شيء is not good، لا بالعكس، مثلا عادات سيئة، مثلا تسويف، مثلا شيء هيك. أنا إنسان وعادي أخطأ وعادي أتعلم. بس بعض الأحيان إنه هاي الفيديوهات بتكون يعني كأنه تذكير لنا مشان إنه نستثمر وقتنا ومشان ننجح بحياتنا، لأنه هذا الشيء كتير ضروري. فهذا الفيديو إذا أنت بدك تكون ناجح، إذا بدك أنت ما يصير لك نفس الشيء اللي صار للناس الثانية، إنه رغم إنه هن أو هم جنوا مصاري أو نجحوا بالأخير، صار في إفلاس، صار في فشل، صار في كتير شغلات، اشتغل على المايند سيت تبعك. الكي تبع السكسس هي المايند سيت، المايند سيت ثم المايند سيت ثم المايند سيت. عقلية الثراء، عقلية الغنى، هي الشغلات كلياتها بتلعب كثير دور مهم في نجاحك. فأتمنى يعجبكم الفيديو، وإن شاء الله بشوفكم الفيديو الجاي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالضغط على زر سبسكرايب الأحمر أو زر إشعارات الجرس. حطوا لنا بيك لايك أو حطوا لنا ديزلايك، قولوا لي ليش الاثنين، ليش حطيتوا لايك وليش حطيتوا ديزلايك. كمان مرحبا بالناس اللي انضموا بالقناة، بشوف كتير عدد مشتركين عم يجوا للقناة، شكرا لكم ومرحبا فيكم بهي القناة. كمان لا تنسوا انكم تشوفوا الفيديوهات تبع سلسلة رمضان. السلسلة هي بحط كل يوم فيديو على الأغلب في نفس التوقيت، مشان تكون عندكم علم بهي السلسلة ومشان تدخلوا عليها. خليلكم هون أو بآخر الفيديو أو بصندوق الوصف. شوفوا الفيديوهات، شفتوا الفيديو عجبكم، بدكم أحكي على موضوع معين، ليش لا ما تحطوا لي بالكومنت. عن جد بحب دائما أقرأ الكومنتات تبعكم. بعض الأحيان لما بكون عم بشتغل أو بمنتج أو عمل كثير شغلات، بلاقي هيك نوتيفيكيشن بيجيني على التليفون، بلاقي هيك شخص عامل لي كومنت، بفرح كثير. خصوصا هذا الكومنت بيقولوا يعني عم بيستفيد وعجبه الفيديو أو عجبته الفيديو، أو حتى شيء هيك حلو بالفيديو أو لا. أنا عن جد بحب إنه ناس عم تستفيد، ناس عم تشاهد هاي الفيديوهات، ناس عن جد بعمل فرق. فبس بشوفكم في الفيديو القادم، أحبكم في الله. سلام.